احرص على هذا الدعاء، خد بالك بقى، لتنال أجر شهيد. إيه ده هقولها وأنا مريض؟ في دعاء لو قلته ممكن أنال أجر الشهيد؟ أي نعم. طب ده الشهيد ده أصله ده أجره عظيم جدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي وأبو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من الشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة أو أول دفقة من دمه، كل ذنوبه تتغفر. ثاني حاجة: يرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين عقبالنا، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. تخيل ممكن تاخد أجر شهيد بحاجة بسيطة جدا. والله أنا النهاردة هقول لك على كنوز إن شاء الله، إن شاء الله لو عملتها وأنت مريض، أولا أتمنى أن أنت تخف إن شاء الله وتشفى من مرضك بإذن الله، لكن هتفوز إن شاء الله دنيا وآخرة. احفظ ال 30 حاجة دولت أو اكتبهم كعناصر، وإن شاء الله تفوز دنيا وآخرة، تطلع من المرض ده وأنت كسبان على طول الخط. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: أيما مسلم، اللي هي دعوة سيدنا يونس، أيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة، خد بالك بقى، فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، خد بالك، وإن برأ وقد غفر له جميع ذنوبه. يا الله ما شاء الله، يعني كسبان على طول الخط. لا ده احنا نعمل الحلقة دي بقى شعار مع أبو عمار: أنت كسبان ليل ونهار. إيه رأيك يا مدني؟ حلو السجع ده، جميل صح؟ مش عارف تخيل، يعني أنت كده كسبان على طول الخط. مرضت مرض معين، في أثناء المرض ده قلت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة. لو مت تاخد أجر الشهيد، ولو عشت خد بالك وخفيت من المرض ده تبرأ من هذا المرض وقد غفرت لك جميع الذنوب والآثام. بالله عليك حد في الدنيا يغفل عن مثل هذا؟ 40 مرة هياخدوا منك قد ايه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت عارف أنت قاعد في الحلقة دلوقتي وبتتفرج عليا وأنت قاعد على سرير المرض، أسأل الله عز وجل لك الشفاء العاجل، لو قلتها من أول حلقة لأخيرا ممكن تقول 4000 مرة، مش مرة بقى ولا مرتين ولا 40 مرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قولها بالله عليك 40 مرة في أثناء الحلقة، إن شاء الله لو مت إن شاء الله يعني ربنا يشفيك إن شاء الله. لو مت